إذا عندكم ورق عنب زايد ما بدكم إياه، جربوا اعملوا مثلي هذه الشوربة. حطوا زيت زيتون واطحنوا على البلندر بندورة حمراء وبقدونس ونعنع وبصلة وسن توم صغير، شوحوهم على النار. بعد ما سبكناهم شوي رح نحط ورق العنب، ورق عنب مفروم ناعم. إذا بتحبوا كمان يطلع حار حطوا فلفل شوي وخلوهم يتشوحوا. وبعديها حطوا مرقة دجاج أو لحمة إذا عندكم، وإذا ما عندكم حطوا مكعب ماجي، وحطوا لسان العصفور أو شعرية أو رز مثل ما بتحبوا، ورشة ملح، ونتركهم على النار شوي. هلا بعد ما قلبت على النار دقايق، عندي هون عصير نص ليمونة، دبس رمان، صلصة بندورة، حركتهم مع شوية مي وضفتهم عليها. هلا رح اتركهم على النار هيك يتهدوا شي نص ساعة، وبعدين رح افتح عليهم. وهلا بعد ما تركناها نص ساعة جاهزة للتقديم. الريحة عن جد ورق عنب كتير، الريحة شكلها مشهي. هلا الشوربة جاهزة للتقديم، بدي احطها بالصحن. شوربة ولا اسهل ولا اذكى، محبين ورق العنب لازم وضروري تجربوا هذه الشوربة، كتير زاكية وبس والله.